بشيرة ببكى هي وماجدة بترد وبتقول: عيني عليك يا بنتي، ضعتي منينا وحياتك ومستقبلك وسمعتك راحوا خلاص. هيجوزوك غصب يا بنتي ولأي حد عشان يسكتوا الناس. أمل، أمل حفيدتي النسمة اللي العيبة ما تطلعش من بنكها يجرالها كده. لله الأمر من قبل ومن بعد، لله الأمر من قبل ومن بعد. الحاج عيسى رد وقال: طيب عشان ننهي الموضوع ده، بكرة بعد صلاة العشاء هيكون كتب كتاب أمل بنت جابر حفيدة الشيخ الكيلاني على حفيدي سليم البكري. سليم رمش أكتر من مرة بصدمة. انت بتقول ايه يا جدي؟ سليم مين؟ تقصدنا أنا؟ وفي بيت الحاج عيسى البكري بعد حوالي ساعتين فضل سليم يتكلم بعصبية: ايه اللي انت عملته ده يا جدي؟ انت ازاي تدبسني التدبيسة اللي زي الزفت دي؟ بقى انا اتجوز بالطريقة دي؟ واتجوز مين؟ البت دي؟ لا طبعا، استحالة يا جدي، انا لا يمكن اعمل كده ابدا. انا مش فاهم انت ازاي راضيها عليا يا جدي؟ ازاي تجوزني بنت زي دي؟ يا ولدي، هو انت شفت حاجة عشان تظلمها وتقر عليها الذنب؟ بالله عليك يا ولدي، ما شفتش نظرة القهر وغلبة الرجال في عيون أبوها وأخوها وجدها؟ صاحب عمري كان في ورطة وأنا عمري ما سيبه واصل. انت عنديك أخت يا سليم يا ولدي، ودي سترة ولاية، ربنا يسترنا دنيا وآخرة. انت لو عملت كده محدش هيستجرى يجيب سيرتهم تاني طول العمر. العيلة دي يا ولدي شريفة وراسها مرفوعة، ما ينفعش تسيب الحج الكيلاني راسه الطاطي على آخر أيام. فكر فيها يا ولدي. سليم رد وقال: طب وانا ايه ذنبي يا جدي؟ ما فكرتش ليه في حد تاني؟ الكيلاني ده ممكن يلاقي اي حد يجوزه لها. وبعدين لو عندك حفيد تاني غيري كنت جوزه لها يا جدي، لكن انا لا، ارجوكم لا. يا ولدي، يا ولدي اسمع الكلام، البت زي الجنيه الدهب، انا عارفها زين قوي. برضو يا جدي، برضو هتقولي البت زي الجنيه الدهب؟ اذا كنت انا اصلا مش طايقها ولا طايقه ابص في وشها. معلش يا ولدي، عشان خاطري اني النبادي، انا عارف انك ما هتكسر ليش كلمه واصل. اسمع كلامي واتجوزها، حتى يا ولدي لو شهرين 3 وطلقها محدش هيقول لك حاجه. وفي مكان تاني وبالتحديد في بيت الحاج الكيلاني، أمل لسه بتعيط وهي بتقول: لا يا جدة، لا، بلاش تعملوا فيا كده، بلاش ترموني بالنار. أنا ما عملتش حاجة، والله ما عملتش حاجة، ما عايزاش أتجوز بالطريقة دي، ده معتبرني خاطية. لا يا ستي، أبوس يدك، اتكلمي يما، قولي أي حاجة، ما تعملوش فيا كده. انتوا مصدقين إني أعمل حاجة شينة؟ لو مصدقين يبقى حياتي ملهاش أي تمن. الحاجة بشيرة مسكت إيديها بدموع وهي بتقول: لا، اوعاك يا حبابة تقولي كده، وربنا أنا مصدقاك يا بنتي، مصدقاك يا ضنايا. بلا واتحطيتي فيه، بس ما عرفاش أخرجك مني. لأول مرة أقف كيف العاجزة، ما عرفاش أعمل حاجة، بس الحل بتاع الحاج عيسى أنسب حل يا بنتي، إنك تتجوزي حفيده وتبعدي عنينا الألسن والعيون. هنا يا بنتي بلدنا يا بنتي الناس بتتكلم على بعضيها كتير قوي، ربنا يتولاكي برحمته يا بنتي. قولي يا رب، وربنا قادر يجيب لك حقك من اللي افترى عليكي. وبالليل كانت فوزية ونعمة مبسوطين قوي إن خطتهم نجحت، وجابوا راس أمل وأمها على الأرض وإنهم كسروها بالشكل البشع ده. وللأسف تم كتب الكتاب وسليم جاب عربيته عشان يرجع القاهرة. أمل كانت لابسة عباية سودة، سلمت أمرها لربها لأن مفيش غيره اللي تقدر تعتمد عليه. سلمت على أهلها وركبت العربية من غير ما تنطق حرف واحد. في العربية سليم ما تكلمش نص كلمة ولا حتى بص ناحيتها، لكن أول ما وصلوا: اسمعي، لما ندخل مالكيش علاقة لا بأمي ولا بأختي، انت فاهمة؟ إياكي تقعدي معاهم
ولا تكلميهم حتى، ولا حتى تخرجي من الأوضة اللي هحبسك فيها، تفضلي فيها ما تطلعيش إلا بإذن مني، لأنك لو عملتي غير اللي بقوله يا ويلك مني. انت فاهمة ولا لأ؟ بصيت له أمل بنظرة هو ما فهمهاش، لفت وشها بعيد عنه، اتغاظ قوي ونزل بنرفزة وسابها في العربية. أمه وأخته كانوا قاعدين مستنيينه، الست فريدة دي تبقى أمه، وقاعدين في فيلا حلوة قوي. الحمد لله على السلامة يا سليم، ما طولتش الغيبة يعني المرة دي، أول مرة تروح البلد تقعد يومين بس وترجع، كنت بتقعد هناك بالكام أسبوع وجدك بيشغلك معاه بالأرض، مالك يا سليم؟ سليم اتنهد بوجع وقال يا ريتني ما روحت المرة دي يا أمي، بس هقول إيه بقى، أهو اللي حصل واتدبست تدبيسة سودا ربنا ما يكتبها على حد. سلمى أخته طالبة في كلية طب وقالت خير يا سليم، مالك يا حبيبي؟ شكلك متضايق قوي، ودي أول مرة تحصل وترجع متضايق كده من هناك، في حاجة حصلت ولا إيه؟ يا سلمى في، تحبوا تعرفوا؟ أنا اتنيلت على عيني، اتجوزت. الاتنين برقوا، والست فريدة ردت وقالت ايه؟ اتجوزت؟ امتى وازاي وليه يا ابني؟ ليه من غير ما نعرف يا سليم، ومن غير حتى ما نحضر فرحك؟ انت اتجننت ولا انت بتهزر؟ للأسف ده الواقع والحقيقة المرة يا أمي، حصلت مشاكل كده في البلد هناك، وكان حلها الوحيد للأسف من وجهة نظر جدي إن أنا اللي أتجوز البت وأستر عليها. سلمى حطت إيدها على بقها بصدمة. أمل كانت لسه في العربية وسامعة كل الكلام اللي بيتقال، دموعها نازلة زي الشلال على خدها. سلمى بتقول يا خبر يا سليم، كل ده حصل لك في اليومين اللي روحتهم؟ طب وهتعمل ايه وهتتصرف ازاي؟ يا ستي جدي طلب اخدها معايا واجيبها ارميها هنا، وهي حاليا مرمية في العربية بره. اسمعي، مالكيش علاقة بيها، انا مش مستعد ان اختي حبيبتي اخلاقها تبوظ بسبب واحدة زي دي، تجنبيها ومالكيش اي علاقة بيها، وان كان هي اهلها ما عرفوش يربوها يبقى من حظها الهباب انها وقعت في طريقي، وانا بقى هعرف اربيها كويس قوي. هنا امل ما تحملتش ونزلت من العربية وراحت له وهي بتقول اسمع لما اقول لك يا جدع انت، اياك تغلط فيا تاني، فاهم؟ أنا بس سكت لك عشان أنا وافقت على عقدي ده، يعني أنت دلوقتي وشرعا تعتبر جوزي، وما ينفعش أرفع صوتي عليك أو حتى أتعارك معاك، عشان كده بقول لك إياك تجيب سيرتي تاني بحاجة عفشة، أنت فاهم ولا لا؟ سليم اتغاظ منها، مسكها من دراعها بحدة. لا والله عال، وليكي عين تتكلمي وتهددي كمان؟ اسمعي انت يا بت، اللي زيك زي الجزمة القديمة اللي في رجلي، وعمرك مقامك ما هيزيد عن الجزمة، انت فاهمة ولا لا؟ والجزمة كمان تعتبر أشرف منك. أمل بلعت الإهانة بصعوبة وقالت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يا رب خد لي حج، يا رب خد لي حج يا رب من اللي ظلموني وافتروا عليا. الست فريدة صعبت عليها أمل وقالت سليم ما يصحش كده يا حبيبي، لو سمحت سيبها، هو أنا برضو اللي هقولك إنك ما ينفعش تمد إيدك على بنت، ما بالك بقى دي بقت مراتك يا سليم، أرجوك سيبها وبلاش الأسلوب ده من أولها. مراتي يا أمي؟ لا طبعا استحالة، انتي بتقولي إيه؟ دي لا يمكن تبقى مراتي ولا اعتبرها كده، دي مجرد تدبيسة لفترة شهرين وثلاثة زي ما جدي قال، وبعد كده هترجع لأهلها لما الكلام يقل هناك. واسمعي يا بنت انت هتسمعي الكلام هتعيش يومينك هنا مرتاحة، ما هتسمعيش هتكون حياتك جحيم، فاهمة ولا لأ؟ جحيم أكتر من كده، أكتر من إنكم ترموني بالسوق كده، ما أظنش يا سليم بيه، وكتر ألف خيرك على اللي عملته مع أهلي، ده جميل وأكيد في يوم هردهولك عشان ما يكونش بيناتنا أيتها جمايل. أرجوك بقى قول لي الأوضة اللي هتحبس فيها فين عشان ما قدراش أصله بطولي. سليم بصلها بغيظ وقال في نفسه
ايه البت دي جابت القوة والبجاحة دي منين؟ ما شفتش كده. وبالفعل طلعها أوضة فاضية. فضلت أمل تصلي وتدعي ربنا إنه يظهر الحق وخلصها من اللي هي فيه. كانت على يقين طالما إنها مظلومة ربنا هيفك ضيقتها. تاني يوم خبطت عليها فريدة ومعاها صينية الأكل. أمل، أمل يا حبيبتي، ممكن أدخل من فضلك؟ قامت أمل اللي يعتبر ما نامتش خالص، فتحت الباب وهي بالإسدال اللي لابساه بتصلي بيه. اتفضل يا خالة، ده بيتك، كيف يعني هتستأذنيني؟ فريدة بصت على سجادة الصلاة، عرفت إنها كانت بتصلي. أشفقت عليها، على عيونها المتورمة من كتر البكا، وقالت: ليه يا أمل يا حبيبتي ما كلتيش امبارح؟ رفضت الأكل ورجعتيه لما الشغالة طلعته ليكي. أنا جبتلك الفطار بنفسي، يا ريت بقى تاكلي كويس. انت شكلك يا حبيبتي ما كلتيش بقالك يومين، وده غلط على صحتك. تسلم يا خالة، ما تخافيش، ما هموتش من الجوع. أني بشرب مية وأخدت حتة فاكهة عشان ما موتش وأبقى كده. ظلمت نفسي ومت من الجوع وربنا يحاسبني، لكن لو على الوكل مين له نفسي يا خالة ياكل بعد اللي حصل فيه؟ فريدة قعدت جنبها وطبطبت عليها. قوليلي يا بنتي، انت شكلك بنت حلال قوي وطيبة، وعمر الحاج عيسى ما يعمل حاجة وحشة أبدا في سليم ابني. احكيلي اللي حصل معاكي، هل انت فعلا مذنبة؟ ولو ده حقيقي فعلا عادي، كل ابن آدم خطاء وخير الخطاؤون التوابون. لو عملتي حاجة تغضب ربنا استغفري ربنا وتوبي ليه، وهو هيغفر لك يا بنتي، ده العمر مجرد لحظة. أمل عيونها اتملت بالدموع. أيوة، أكيد أنا عملت حاجة غضبت ربنا عشان كده اتحطيت في الموقف ده. أني وأهلي يا خالة، أني وأهلي راسنا بلد في الطين. أستغفرك يا رب، أستغفرك وأتوب إليك، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب يا بنتي براحتك، أنا هسيبك تاكلي وتكملي صلاتك براحتك. لو احتجتي حاجة أنا معاكي يا حبيبتي ومش هسيبك أبدا. ربنا يصلح حالك يا خالة ويجبر بخاطرك، كتر خيرك. هنا جه سليم، أول ما شاف أمه عندها اتضايق وقلبي ضيق. ماما بتعملي ايه هنا؟ انا قلتلك محدش يدخل عندها ولا يكلمها خالص، لو كمان جايبه لها الفطار بنفسك. هي هنا مش لوكاندا يا ست ماما، ولا بتتعامل ملوكي. هي هنا محبوسة عشان هي ما تستحقش حتى الحياة زي كل البنات. عارفة وفاهمة كويس جوي يا سليم بيه اني مش زي كل البنات ده وما استاهلش الحياة، بس انت برضك لازم تبقى فاهم انك ما ينفعش تدخل الأوضة من غير استئذان. والله عال هستأذن عشان ادخل الأوضة في بيتي؟ انت نسيتي نفسك يا بنت انت ولا ايه؟ انت مش عارفة اصلا انت هنا بتعملي ايه؟ انت هنا محبوسة. الله ما انا عارف انت جايبة الجبروت ده كله منين. ازاي قادرة بعد فضيحتك ترفعي عينك في عيوننا كده؟ ايه يا بنت انت جبلة ولا ايه؟ اني ارفع عيني في عين ايتها حد، لان ربنا وحده اللي يعلم الحقيقة. وانت افضل كده اظلم فيا وارمي الناس بغير الحق، وحسابك عند ربك يا سليم بيه. ايه يا بنتي هتعملي فيها خضرة الشريفة؟ لو كنت مظلومة فعلا زي ما بتقولي كان على الأقل أهلك صدقوكي وما عملوش فيكي كده. دول كانوا عايزين يقتلوكي وأنا اللي أنقذتك منهم. كتر ألف خيرك حقيقي، أنت أنقذتني وقلت لك دي جميل هردهولك في يوم من الأيام، بس يا ريت تاخد بالآية الكريمة اللي بتقول: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. ودلوقتي بقى لو سمحت اتفضل من غير ما ترد عشان عايزة أكمل صلاتي. سليم خرج وهو متغاظ وبقول لأمه: بقولك ايه يا أمي، البت دي رافعة مناخيرها في السماء، الظاهر كده أهلها كانوا مدلعينها وأنا لازم أكسر مناخيرها.
هتتكسر أكتر من كده إيه يا ابني؟ حرام عليك، اسكت يا سليم، سيبها في حالها يا ابني، ربنا يستر علينا كلنا. وعدى أسبوعين، أمل ما ملتش إنها تناجي ربنا وتدعيه في كل وقت. والست فريدة بتقول: سليم، أنا عايزة أقول لك حاجة يا ابني، أنا حاسة إن البت دي مظلومة، حاسة إنها ما عملتش حاجة. البت يا ابني ما بتبطلش صلاة ودعاء في أي وقت، أي وقت أدخل ألاقيها بتصلي. وطول الأسبوعين دول ما شفتش منها أنا ولا أختك أي حاجة وحشة. دي يا ابني لا طلبت موبايل ولا شاشة، كل اللي طلبته مصحف وإسدال صلاة. ومن يوم ما جت ما بتتكلمش مع حد. مش يمكن يا ابني نكون احنا ظالمينها؟ هو يمكن يا أمي عرفت إنها ممكن تقابل رب كريم في أي وقت، عشان كده بتحاول تكفر عن ذنبها بالصلاة والاستغفار. وماله يا ابني، وده لوحده مش كفاية يا سليم؟ هو أنت مش عارف إن التائب عن الذنب كمان لا ذنب له؟ ربنا يا ابني غفور رحيم، وأنا شايفة توبتها صادقة، وربنا قال: واعفوا واصفحوا. ربنا بيسامح، يبقى احنا يا ابني مش هنسامح؟ قصدك ايه يا امي؟ قصدك يعني انت عايزاني اعمل؟ انا مش فاهم. يعني يا ابني تبطل كلامك اللي زي السم، وتبطل تسمعه للبيت. سيبها تخرج من الأوضة، خليها تشم نفسها. كده يا حبيبي ممكن يجرى لها حاجة من الحبسة وتتنكس أكتر من اللي هي فيه. ما تقلقش، أنا هحط عيني عليها كويس قوي. أيوة يا أمي، أنا خايف على أختي سلمى منها. بقولك إيه يا أمي، على العموم اعملي اللي تعمليه، هسيبلك الحرية في الموضوع ده، وأنا عارف إن أنت هتحطي عينك عليها كويس قوي. ولما فريدة راحت لأمل وطلبت منها تنزل تقعد معاهم، أمل فرحت لأنها كانت اتخنقت من الأوضة ونزلت معاهم. كانت سلمى بتذاكر. تحب أساعدك في حاجة جميلة؟ انتي بتدرسي طب صح؟ تعالي يا أمل، وانتي بقى هتعرفي تساعديني؟ ده أنا عندي دلوقتي مادة تشريح صعبة جدا. أنا مش عايزة أتعبك يا أمل، متشكرة يا حبيبتي. لا تعب ولا حاجة، أنا قاعدة ملانة، لو محتاجة أي حاجة ما تتردديش. لا انت بتهزري، هو انت خريجة ايه يا أمل؟ لا يا حبابة، بلاش أقولك، ملوش لازمة الكلام، بس أنا مش خريجة طب، لكني بفهم في حاجات كتير قوي وأقدر أساعدك. ولسه أمل هتتكلم وتقول إنها خريجة ايه، هنا جه سليم وقلب حدة: شكرا يا اختي، محدش محتاج منك مساعدة. ومين اصلا انتي عشان تساعد الدكتورة سلمى اختي؟ سلمى، اطلعي ذاكري في اوضتك لو سمحتي. لا يا سلمى، خليكي قاعدة في دارك، خدي راحتك، انا اللي هطلع فوق في محبسي. اسفة اني عكرت عليكي قعدتك، عن اذنكم. طلعت امل، وسلمى بصت لسليم بضيق وقالت: ليه كده بس يا سليم؟ زعلتها؟ البنت ما عملتش حاجة، دي كانت بس بتقدم المساعدة. مش عايزين مساعدة منها، واحدة زيها هتساعدك في ايه؟ افهمي بقى يا سلمى، اللي تغلط مرة تغلط 1000 مرة، ده طبع، والطبع يغلب التطبع، خدي بالك منها. والله بقى انا حاسة انها بنت كويسة، وان احنا فعلا ممكن نكون ظالمينها. سليم مرضيش يرد على اخته وسابها ومشي. وفي بيت الكيلاني كانوا كأنهم في ميتم، بيت من غير حياة، قاعدين من غير صوت ولا بسمة، كأن حياتهم انتهت باللي حصل لأمل. نعمة بغيظ بتقول: شايفة يما، وأنا اللي كنت مفكرة بمجرد ما الزفتة دي غارت الكل هيقول هي نعمة وبس. شايفة عاملين كيف يما، بيندبوا عليها، مشتاقين ليها بعد اللي حصل، ولا حد معبرني حتى. فوزية ردت على بنتها وقالت: والله يا بنتي حداكي حق، دي حاجة تغيظ صحيح. أني قلت جدك هيطلع بيكي السما، ومش بعيد يكتب لك اللي وراه واللي قدامه، لكن الكل قاعد محلك سر. بس يمكن يا بنت تكون كده فترة وهتعدي، لحد لما الموضوع يبرد هبابة، وبعدها يفوقوا من الصدمة. في الوقت ده كانت بنت خالة نعمة جاية عشان تاخدها معاها مشوار، ونعمة راحت معاها.
وفي مكان تاني في أوضة أمل. سلمى خبطت عليها. أمل، أمل يا حبيبتي، بقولك إيه، أنا محتاجة حد يتغدى معايا، ممكن تنزلي نتغدى سوا؟ لا شكرا يا دكتورة سلمى، بألف هنا والصحة على قلبكم، أنا هاكل هنا. يا بنتي سليم مش هنا، أنا عارفة إن أنت مش عايزة تنزلي عشان هو موجود، صدقيني بقى هو مش موجود وهيتأخر، وأنا عايزاكي تاكلي معايا. ما هينفعش يا حبابة، أخوك لو عرف هيبهدل الدنيا، أنا ما ينفعش أجرب منيكم ولا أتساوى بيكم، وده من وجهة نظره هو، هيجي يبهدل الدنيا، وأنا ما خايفاش منيه، أنا خايفة عليك انتي. يا ستي ولا يهمك، أنا مش خايفة منك، أنا عندي نظرة أمل في الناس، وأنا متأكدة إن انتي مظلومة، وبعدين أنا ما عنديش إخوات وعايزاكي تبقي أختي وصاحبتي. بقولك إيه، بلاش نفتح في مواضيع، كل الكلام ده بيوجع القلب، انزل يا حبابة كلي مع أمك وتهني. لا أنا مصرة مش هنزل إلا وانتي معايا، أرجوكي بقى يا أمل عشان خاطري المرة دي وبس. أمل لما لقيتها مصرة نزلت معاها، وده لأنها فعلا زهقت وعايزة تحس إنها بني آدمة وعايشة في وسطهم، إن ممكن حد يقدرها من تاني. ولما نزلت لقيتهم بيعاملوها كويس جدا، ما قدرتش تحبس دموعها وانفجرت في البكا، وهي بتقول يا رب، يا رب انت العالم بحالي، انت المنتقم الجبار، خد لي حج يا رب، واظهر الحج واظهر براءتي يا رب. الست فريدة طبطبت عليها. لعلمك بقى كنت عارفة ان انت مظلومة يا امل، مش شكلك واحدة تفرط في نفسها ابدا، من النهاردة يا حبيبتي اوعدك هعاملك زي بنتي سلمى بالظبط، ولو عايزة تحكي اي حاجة احكيها. امل بصت لها بابتسامة وحست ان ربنا بعوضها واستبشرت بيهم خير. امل انت ليه على طول لابسه الاسدال كده ومغطيه شعرك؟ يا بنت الدنيا حر قوي، سليم مش هنا، خدي راحتك. وبعدين لعلمك بقى سليم ده جوزك يا حبيبتي، يعني عادي جدا انه يشوفك وانت لابسه حاجه خفيفه ولا حتى بشعرك، والبواب ما بيجيش هنا خالص، سليم محدد اقامته في الجنينه عشان اخد راحتي في البيت. لا يا حبيبتي، اخوكي مش جوزي ولا حاجه، اخوكي متجوزني شهرين 3 وهيطلقني، وانا عارفه ان الجواز ده ما يصحش، وكده تبقى الجوازه باطله، عشان كده خليني مستوره احسن. وعلى فكره بقى التوكه بتاعتي وقعت مني ومانيش لاقيها عاد. يا حبيبه قلبي كده بس، لعلمك بقى اخويا جوزك غصب عنك وعنه، واسالي فيها شيخ كده هيقولك ان الجواز اشهار، ومادام البلد كلها عرفت ان انتوا متجوزين تبقى انت مراته شرعا، يعني شعرك ده عادي ان هو يشوفه، انما انت طول النهار لابسانا الاسود وعاملنا كاننا في ميتم. لا صدقيني اني الجوازه دي باطله، اخوكي حتى لا طايقني ولا اني طايقاه، وشهرين 3 وهتوحشوني قوي. لا يا حبيبه قلبي ما تخافيش، سليم راجل طيب، وصدقيني زي ما قالت لك سلمى الجواز بمأذون وشهود ووسط الناس كلها، وجابك بيته، يعني كده انت مراته شرعا. اتنهدت امل بقلة حيلة وهي بتقول يا لهوي، يعني سليم بهده جوزي وانا كل شوية اعلى حس عليه واشتمه ويشتمني، سامحني يا رب، مانيش ناقصة ذنوب، سامحني يا رب. الست فريدة بتبص لسلمى وبتبتسم على أدب أمل وأخلاقها، وبيتمنوا هما الاتنين إن الحقيقة تظهر وإن أمل تطلع فعلا بريئة ما بتمثلش عليهم. الشغال حاطط الغدا وقربوا كلهم يتغدوا، وأمل بتقول لسلمى بقول لك إيه يا سلمى، بعد إذنك يعني ممكن آخد التليفون بتاعك أطمن أمي وجدتي عليا، لحسن كانهم كده هيموتوا من الخوف والزعل علي. آه طبعا يا حبيبتي، أنت حافظة الرقم؟ أيوة الحمد لله، أنا حافظة كل أرقام العيلة. ولسه أمل بتمد إيديها عشان تمسك الموبايل لقيت اللي بيشده منها وبقول بحدة سلمى إيه اللي عملتيه ده؟ أنت اتجننتي؟ أنا مش قلتلك الموبايل ممنوع؟ عايزة تديها الموبايل بتاعك كمان، وكمان مقعدينها وسطكم على السفرة، إيه التهريج ده؟ أمل اتفزعت أول ما شافته ودارت وشها وجريت بسرعة على فوق لأوضتها.
سلمى اتضايقت من اللي عمله سليم. ماما أنا شبعت، شكرا يا سليم، أنا طالعة قطة أذاكر، عن إذنك. فريدة بصت لسليم وقالت له بلوم: مش قلتلك يا ابني بلاش تظلمها؟ ولو حتى كلامك محدش يا ابني شاف ولا حد يعرف الحقيقة، كله كلام اتسمع. الحقيقة يا ابني عند ربنا، يبقى احنا لازم نلتزم الصمت وبلاش نفتح في القديم. اوف، يعني ايه يا امي بعد البت دي عملته؟ بقولك ايه ياما، انت كمان مطلعاني غلطان؟ لا، منك لله يا ست امل، كانت تدبيسه سودا. ولسه هيتحرك شاف التوكه بتاعتها وقع على الارض، كان هيرميها لكنه لقى نفسه بحطها في جيبه. سلمى طلعت لأمل عشان تهون عليها، لقيتها رايحة جاية في الأوضة. أمل ما تزعليش، حقك عليا. أمل انت مالك ماشية رايحة جاية في الأوضة وبتبص في الأرض في إيه؟ يا بنتي أنا ما زعلناش، أنا اتعودت على الدبش بتاع أخوكي خلاص، أنا بدور على التوكة بتاعتي وجعت مني وما لقيهاش. يا شيخة، وأنا اللي فكرتك زعلانة من كلامه؟ يا ستي كلاتنا هنموت، الزعل ما بقاش فارق معايا، أنا دلوقتي بتمنى تمر أيامي بخير لحد ما قابل وجه كريم. دوري معايا يا بت على التوكة. اسكتي بقى بلا توكة، تعالي معايا اوضتي وانا اديكي توك كتير قوي، وكمان هجيبلك اسدال تاني، ده قرب يخلل عليكي. يا ستي اهو الحمد لله بجد الغرض، بقولك ايه، انا ما عايزاش حاجة من الدنيا اكتر من كده. وفي مكان تاني كان الصريخ والصويت طالع من بيت فوزية وهي بتندب وبتقول: يا نهار مش فايت يا ولاد، ايه اللي هتقوليه ده يا بت يا نعمة؟ مين اللي عمل فيك كده؟ انطق يا بت، انا ضعت يما، انا انتهيت خلاص، شرفي وسمعتي راحوا في الطين، استجوا عليا يما، معرفتش امنعهم. البت البت هويدا بنت خالتي هربت، طلعوا يما علينا 2 شباب وكانوا عايزين يمسكونا، البت هويدا هربت وسابتنا واجه مصيري لحالي، كانوا يما بينحشوا في لحمي وانا حي، كتموا نفسي وسابوني شاهدة على جنازتي، أنا ما ينفعش أعيش يما بعد اللي جرالي، قولي الأمل تسامحني يما، قولي للناس الحقيقة، قولي للناس اللي عملناه عشان ربنا يرحمني لما أموت، أرجوكي يما ما تخلينيش أتعذب في قبري. لا ما تقوليش كده يا بنتي، بنتي هتعيش ما هتموتيش دلوك، انت لساتك صغيرة واللي حصل لك قدر ومكتوب، هنجوزك يا بنت ونداروا على اللي حصل ما تقلقيش. نعمة كانت بتطلع في الروح، أبوها جه وشالها ووداها المستشفى، والبلد كلها عرفت اللي حصل، إن كان في 2 شباب طايشين ومسكوا بنتين، واحدة منهم هربت وراحت قالت للبلد كلها، والضحية كانت نعمة. وللأسف أمها اتجننت ونعمة في المستشفى بين الحياة والموت. فوزية بقت ماشية في البلد تقول: أني اللي عملت وخططت، أنا اللي سمعت كلام الشيطان، قلت لبنتي تعالي لما نخطط، قلت لبنتي عشان نخلص منيها ونحط راسها في الطين، بنتي ماجدة مظلومة يا ناس، أنا اللي دبرت ليها الحادثة دي وبنتي دفعت التمن، بنتي راحت مني، بنتي كانوا كلاب السكك هيموتوها، لازم تجيبوا حق بنتي، جوزوها واستروا عليها. فوزية للأسف كانت بتهرتل ومش عارفة بتقول ايه، البلد كلها عرفت اللي حصل لنعمة، وحتى في المستشفى عملوا بلاغ، لكن للأسف محدش عرف مين اللي عمل فيها كده. سلمى كانت قاعدة مع أمل وبتقول: أنا خايفة أوي يا أمل، أنا حاسة إن أنا مش عايزة أروح الامتحان، حاسة إن أنا مش هنجح. ما تقوليش كده يا حبيبتي، أقدارك بتؤخذ من أفواهكم، إن شاء الله يا حبيبتي هتنجحي وتجتازي الامتحان بامتياز كمان. بقول لك إيه، أنا قلت لك تعالى أذاكر لك ما صدقتنيش، بقول لك إيه، هاتي الكتاب يلا وافتحي وأنا قاعدة معاك أساعدك. إيه ده يا أمل، أنت بجد بتعرفي تشرحي؟ طب أنت خريجة إيه بالظبط؟ حبيبتي أنا خريجة صيدلة، معايا بكالوريوس صيدلة، لكن أبويا بقى قال لي ما عندناش بنات بتتعلم أكتر من كده ولا تشتغل كمان. أنا جدتي ربنا يديها الصحة والعافية
هي اللي خلتني أكمل الصيدلة. وبعد كده أبويا جالي لما تتجوزي تبقى انت وجوزك أحرار، لو عايزك تشتغلي ابقي اشتغلي، مش عايزك يبقى خلاص. معقول يا أمل أنا كل يوم بكتشف فيكي حاجة أحسن من اللي قبلها. أنا مش مصدقة فعلا إن انت دكتورة صيدلانية ومتواضعة قوي كده وراضية بالذل اللي انت فيه. هنعمل ايه؟ ده مقدر ومكتوب، لكنني واثقة في عدل ربنا وإنه هيظهر براءتي وهيظهر الحج بإذن الله. وهنا جه سليم من وراها وهو بيقول: لو عايزة تكملي دراستك أنا موافق يا أمل، مستعدة أتكفل بكل حاجة، المهم إن أنت توصلي لحلمك وأنا مش همنعك. أمل بصت وقالت: واه، دي نبرة جديدة أنا مش متعود عليها. متأكد إن أنت سليم بيه؟ بنتي يا سلمى، متأكدة إن دي أخوكي ولا واحد تاني ما نعرفوش؟ لا يا أمل هو، بس شكله سخن. في إيه يا سليم؟ أمل أنا آسف، أنا عارف إني مهما قلت واتكلمت مش هقدر أعبر عن اعتذاري بسبب كلامي وسوء معاملتي معاكي. أنا آسف حقيقي، وأتمنى إن أنتي تفهمي موقفي واللي اتحطيت فيه. متفهمة يا أخوي، وده اللي كان مصبرني، بس يعني إيه اللي حصل خلاك تتغير كده وجاي كمان تتأسف لي؟ على رأي أختك زمانك سخن عاد. لا، بس جدي كلمني وقال لي إن نعمة بنت عمك وأمها قالوا الحقيقة وطلعت بريئة، وإن فوزية مرات عمك هي اللي خططت لكل حاجة. براءتك ظهرت والكل عرفها، والجانب نفسه اللي اعترف على نفسه. وللأسف نعمة أخدت جزائها وحصل لها بنفس التهمة اللي اتهمتك بيها، بس أفظع كمان، وهي دلوقتي بين الحياة والموت في المستشفى وجسمها مش مستجيب لعلاج. ربنا منتقم جبار. إيه؟ بنت عمي تعبانة وبين الحياة والموت ومحدش يقول لي؟ أرجوك أرجوك خدني عنديها، أنا لازم أطمن عليها وأكون جارها دلوك. هطلع ألبس جلابيتي السمرة وأنزل طوالي. سليم وقف بدهشة. سلمى، هو في كده بجد؟ أنا فكرت البت دي هتفرح في بنت عمها واللي عملته معاها. أمل 10 شهور كلها عذاب، اتفضحت في البلد، على الأقل كان مفروض تفرح بإن ربنا رجع لها حقها. بقولك إيه يا سليم، أمل دي عملة نادرة يا حبيبي، مش هتلاقي زيها أبدا. قلبها طيب وبتسامح على طول، نسيت كل اللي حصل لما عرفت إن بنت عمها تعبانة وفي المستشفى. معكي حق، أمل دي نعمة كبيرة قوي وأنا مستحيل أفرط فيها. سليم خد أمل البلد، وللأسف نعمة اتوفت. لكن سبحان الله، يوم موت نعمة كان يوم ظهور براءة أمل. جدتها قابلتها بالأحضان، ما قدرتش تمسك نفسها لما زغرتت عشان تعرف البلد كلها إن أمل طلعت بريئة وربنا ظهر الحق. أما الست فوزية فراحت مستشفى الأمراض النفسية لأنها خلاص اتجننت بعد اللي حصل لبنتها. البيت اللي راحت منه الضحكة رجعت تاني لما سليم قرب من الحاج الكيلاني وقال له: يا حاج كيلاني، أنا النهاردة جاي أطلب إيد أمل قدامكم كلكم، وأنا راضي ومبسوط وفخور بيها. وبعد إذنك بعد ال40 بتاع نعمة الله يرحمها أنا هعمل فرح كبير قوي وهاخد أمل من هنا عروسة بالفستان الأبيض. الكل كان فرحان، لكن طبعا ما ينفعش يعملوا أي مظاهر للفرح إلا لما يعدي ال40 بتاع نعمة. سبحان الله، واحد بيموت وواحد بيتولد من جديد. الظلم بيموت والحق بيتولد، أو يمكن الحق بيظهر بعد ما كان مدفون. هي دي الحياة، وهو ده وعد ربنا. ربنا هينصر الحق ولو بعد حين. يا رب تكون الحكاية عجبتكم، وشكرا للكاتبة المتميزة أسماء عبد الهادي. وعايزة أقول لكم إن جروب الواتساب بتاعي تحت في أول تعليق مثبت، وأنا مستنياكم هناك.